بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي الجمال، بصوا العاشوره وجمالها وبصوا الحلويات. بصوا طبق العاشوره عامل ازاي. انا مستنياها بقى تبرد دلوقتي، وبعد كده هدخلها احطها في التلاجة. بصوا كريمه قشطه جميله جدا جدا وطعمها تحفه. يا ريت تعملوا كل اللي بقولكم عليه وتمشوا على الوصفات بتاعتي، هتلاقوا حاجه تحفه وجميله جدا. يلا بينا بقى نخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير على الفيس، ونشوف احلى عاشوره عملناها ازاي. يلا بينا على المطبخ. حبايب قلب الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا احسن حال وتكونوا الدنيا حلوه وجميله معاكم يا رب العالمين. بصوا يا قلبي، النهارده انا بعمل عاشوره. لقيت جوزي امبارح جاي بيقول لي عارف نفسي في ايه؟ قلت له يا عيني. قال لي نفسي اكل عاشوره. قلت هنجيب واعمل عاشوره. ماشي. انا العاشوره دي عملتها السنه اللي فاتت، شتمت واتهزقت وواحد مسكني هزقني وشتمني وقال لي حرام تعملي العاشوره واكله دي حرام، واداني درس. ماشي. انا العاشوره دي زي الرز بلبن، زي اي حاجه حلوه بنعملها في اي وقت بس. وخلاص العاشوره على الابواب برضو، كل سنه وانتم طيبين. هشتم تاني مش مشكله، عادي يعني. انا بصوا انا دلوقتي كده بنقيتها وبسلقها، يعني بتسلق اهي. اول مره بتطلع الميه صفرة قوي قوي قوي، بصفيها واشطفها كويس واحط ميه تاني تغلي، وارجع ادلق الميه الصفرة دي لحد ما تديني ميه بيضه. ماشي. لان انت لو ما دلقتيش الميه الصفرة بتقعد يا جماعه، لو حطيتي 10 كيلو لبن على نص كيلو هتلاقيها مصفرة. اعملوها بطريقتي وهتلاقوها سهله وبسيطه. دي تاني مره، يعني دي تاني مره. انا المره الاولانيه دلقت الميه بتاعتها كانت صفرة قوي. ماشي. وكانت عامله رغاوي جامده، دلقتها وشطفتها وحطيتها تاني. دي تاني مره. خلاص مع بعض بقى بوريها لكم مرتين تلاتة، او كبرها قوي 4 مرات. ماشي. وبعد كده بتحط الميه بقى تستوي براحتها، وتحط السكر بتاعك زي ما انت عايزه، وتحط اللبن. ماشي. عندك حته قشطه ماشي، بس انا بحط لبن بلدي على لبن نيدو بودره على لبن بخيره. اعملي مسك يعني تشكيله اللبن. ماشي. بتلاقيها طعمها تحفه. ولو عندك حته قشطه في التلاجة حطيها عليها وكلي وجربي وهتدعيلي، والله بتبقى جميله جدا وتبقى طعمها حلو قوي. مع بعض بقى وهوريكم برضو كل حاجه حلوه ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بصوا لون الميه شايفينها؟ بصوا شايفينها صفرة ازاي؟ دي عمركم ما تحطوا اللبن والميه صفرة كده اهو. بصوا بالمنظر ده كده بقلبها وهشطفها واحط ميه نضيفه تاني واحطها تكمل السوا بتاعها. ماشي. خليكم بقى معايا. بصوا بقى يا قلبي، تتقلب بقى كده. بصوا بقى اللون ازاي اهو ابيض. اجي برضو بالكبشه كده اسحب ده كده اهو. شايفين اي رغاوي كده، بس تستوي بقى براحتها. ازود اللبن بتاعها اهي شايفين، وازود السكر بتاعها ونشوف الدنيا فيها ايه اهي. بصوا الجمال، بصوا بقت بيضه وحلوه ازاي كده. ما تاخدش منكم لبن كتير وبرده بتبقى حلوه وجميله وطعمها تحفه. جربوها كده زي ما انا بعملها، والله هتلاقوها حلوه قوي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، استوت وبقت جميله ازاي. انا هنا عندي كيس لبن بخيره حطيته ماشي، وعندي هنا لبن بلدي بالقشطه بتاعته. بصوا قشطته وجمالها. بصوا بقى الجمال. انتوا بقى لو ما كنتوش ما كناش احنا عملنا غليناها كذا مره وعملنا فيها الميه الصفراء دلقناها، ولا 10 كيلو لبن ولا الهوا. ماشي. بصوا بقى انا بعمل ايه، حركه حلوه قوي. ايه هي؟ انا باخد نص اللبن ونص الشعير ده، باخده بضربه قوي هنا اهو بضرب قوي في الخلاط. ماشي. بس بضربها قوي قوي قوي، بتبقى عامله زي اكنك حاطه كريم شانتيه، حاطه حاجه عليه. عارفين بيبقى طعمه كده حلو قوي، وبتبقي مش عارفه انت بتاكلي ايه بالظبط. دول نص كده الكميه، وبسيب نصها كده صحيح وباخد نصها اضربها كده ونرجع لكم. بصوا حبايب قلبي بقت عامله ازاي. بصوا بقى بدلقها عليها كده. بصوا الجمال.
بس كده. يا سلام، بوتاجاز شرب مع اني لسه غسلاه، بس هو كده على طول. بصوا بقى الحلاوه، اكنك ايه. بصوا الجمال، ايه رايكم؟ ولا اقول لكم والله طعمها جميل والسكر بتاعها وكل حاجه مظبوطه. شويه ميه بس صغيره عشان بس كده. تاخد بقى غلوتين، اظبط السكر بتاعها واجيب معلقتين نشا واحطهم عليها، وكلوا بقى بالف هنا وشفا. هوريكم برضو وانا بحط النشا. بصوا يا قلبي، اهي بتغلي كده معاكم. انا هنا حطيت 4 معالق نشا من اللي هي ايه بتاعه الاكل نشا، وهي بتغلي بقى كده دوبت انا نشا هنا مطرح اللبن. حطيت شويه ميه ودوبتها، وقلت لكم لازم نجيب المصفى اهي بالمنظر ده كده. ما دابتش اي حاجه. بصوا اي حاجه كلكعت اي حاجه اهي تبقى موجوده هنا. ونقلب بقى كده بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدك طبعا فيها، نوطي النار عليها عشان النار عاليه زي ما انتم شايفين كده اهو. بالراحه نقلب بالراحه كده. تاخد بقى غلوتين كده، وهوريكم نحطها في قلب العلب ونحط شويه فانيليا عليها. بصوا بقى الجمال. بصوا بقى الحبايبي عملت كده حلوه قوي. بصوا تقولها حلو عشان لما تقعد معاكم في التلاجة ما تنشفش وتشقق منكم كده. التقل بتاعها حلو. نقفل بقى عليها ونحط الفانيليا واوريكم كل حاجه حلوه. بصوا يا قلبي الفانيليا اهي، ما بكترش منها عشان ما تمررش بس. بصوا حلوه وجميله ازاي. وهوريكم برضو حاجه تانية حلوه قوي قوي قوي. ماشي. بصوا بقى انا عندي دي حته قشطه اللي هي وش اللبن. بصوا انا عايزه احطها برضو كده بالمنظر ده تدوب معايا، وانزلها بالمعلقه. حته القشطه دي تنزل بالمعلقه تسيح معاها، بس بعد طبعا ما بنقفل كل النار وبنقفل كل حاجه اهي. ناخد برضو شويه صغيره هنا كده بس تسيح بقى معايا واوريها لكم. بصوا يا قلبي اهي حته القشطه دي كده تتحط بقى على الوش كده تسيح، ونغرف واوريكم وانا بحطها في قلب العلب. حبايب قلبي، حبايب قلبي العسل، بصوا بصوا بقى الجمال. بصوا المهلبيه، بصوا حته القشطه مخليها بصوا جميله ازاي. بصوا عامله ازاي وجميله ازاي. بصوا ما اقدرش اقول لكم بقى ايه الطعم بتاعها والله العظيم جميله جدا، وطعمها حلو قوي 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 قوي. يا ريت تعملوها بطريقتي. بصوا الجمال، نص كيلو على 2 كيلو لبن. بصوا الحلويات، يا ريت تعملوها بطريقتي واعملوها بالطريقه دي، هتاكلوا احلى عاشوره واجمل عاشوره. ايه رايكم؟ يا رب كده يكون ان شاء الله الفيديو بتاعي خفيف عليكم وعجبكم، ويكون كل حاجه حلوه بنقدمها لكم بتعجبكم، ويكون كل وصفاتنا حلوه وجميله وتستفادوا منها. وان شاء الله كده يا رب العالمين نشوفكم في احلى فيديوهات وفي احلى اكلات وكل حاجه. واللي نفسه في حاجه يا جماعه احنا نعملها له، وعينينا ليكم والله عينينا ليكم. اللي نفسه في وصفه واللي نفسه في اي شيء احنا نعمله له. مع مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير على الفيس، بشكر كل الناس الجميله اللي بتدعمني واللي بتقول لي كلام حلو، وبشكركم بجد على وقفتكم جنبي وعلى كل حاجه حلوه. ان شاء الله نشوفكم على خير، واشوفكم في كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.